أهلا بيكم في مراجعة جديدة. عايز تتعلم إنجليزي أو أي لغة تانية بس حاسس إنك محبوس في فصل مدرسة كئيب؟ طب جربت قبل كده تسافر بالزمن عشان تتعلم لغة؟ أيوة زي ما بقولك كده. النهاردة جايبالكوا تطبيق من عالم التطبيقات، وحش كاسر في عالم التطبيقات. زيرو بان. مش مجرد تطبيق كلمات وقواعد، ده حرفيا مغامرة هتاخدك في رحلة عبر الزمان عشان تنقذ العالم وانت بتتعلم لغة. انسى بقى كل التطبيقات القديمة وتعالى شوف العبقري ده هيقولك ايه. النهاردة هقولك ليه زيروبان ممكن يكون هو القطعة الناقصة في رحلتك عشان تتعلم اللغات. بس يا ريت لو لسه ما اشتركتش في القناة اشترك دلوقتي وفعل جرس التنبيهات عشان توصلك كل مراجعات الابليكيشن الجديدة. بص يا سيدي، انا هقولك في الاول ليه زيروبان مختلف عن بقية التطبيقات وايه اهم مميزاته، ويلا نعدها مع بعض. اولا، التطبيق مبني على فكرة انك بتساعد بروفيسور ماكس يسافر بالزمن عشان يصلح المستقبل، وده بيخليك عايز تخلص الدرس عشان تعرف ايه اللي هيحصل في القصة، مش مجرد عشان تخلص الواجب. يعني هو بياخدك في رحلة عبارة عن قصة سينمائية بتتفرج عليها وبتدخل جواها كأنك بتتفرج على فيلم سينما. كمان هتلاقي الفيديوهات دي من أرض الواقع، مش بتسمع صوت آلي روبوت بيفكرنا بالجي بي اس. لا، التطبيق بيستخدم مقاطع فيديو حقيقية لأفلام، لأخبار، مواقف يومية، عشان ودانك تتعود على اللغة زي ما بتتقال في الشارع بتاع بلدها بالظبط. كمان هتلاقي التطبيق معتمد على ال AI بجد، على الذكاء الاصطناعي. فيه ميزة الشات بوت، هتقعد تدردش مع شخصيات ذكاء اصطناعي مواقف مختلفة. هيعلموك ازاي تطلب اكل في مطعم، ازاي تحجز في فندق. هيرد عليك ويصحح لك كل غلطاتك وباسلوب شيك، ومش هيعقدك من الحصة، ومش هيتنمر عليك، ومش هيضايقك، ومش هيحرجك. وخليني اقولك بقى شوية تريكات مستخبية في التطبيق دي لازم تعرفها، وركز معايا في الحتة دي عشان دي الخلاصة اللي مش اي حد هيقولها لك. اولا، التطبيق فيه نظام نجوم ونقاط خبرة. لو ظبطت هدفك اليومي وظبطته هدف صغير مثلا 5 دقايق، التطبيق هيديك هدايا وجوايز اكتر بكتير من لو دخلت مرة واحدة في الاسبوع وقعدت ساعتين. الاستمرارية عند زيرو بان اهم من الكمية. ما تدخل كل يوم 5 دقايق اهم عنده من انك تقعد تاخد درس ساعتين، فعلى الاساس ده هيكافئك. تاني سر هقولهولك عن التطبيق ده انه فيه قسم اسمه نقاط الضعف. اغلب الناس بتطنش الايقونة دي خالص، بس الحقيقة دي كنز في التطبيق. التطبيق بيسجل الكلمات اللي انت غلطت فيها اكتر من مرة ويجمعها لك في تمارين لوحدها. ادخل عليها كل يومين 3 هتلاقي لغتك اتحسنت في الاماكن اللي انت كنت بتقع فيها باستمرار. تالت تركة هقولك عليها مهمة في التطبيق ده، حاول تستغلها انك وانت بتتفرج على فيديوهات تقدر تدوس على اي كلمة تظهر في الترجمة، وهيضيفها لك على طول في قاموسك الشخصي عشان تراجعها بعدين. ودي ميزة خرافية في التطبيق بتوفر لك وقت كبير. واللي عايزة اقولها لكم في خلاصة مراجعتي ان زيرو بان ميكس هتحسه غريب بين لعبة وكورس لغة احترافي. لو انت زهقت من التطبيقات التقليدية وعايز حاجة تشدك وتخليك تفتح الموبايل وانت مستمتع وفعلا تمارس لغة، فده هو الاختيار الصح. والتطبيق موجود على الاندرويد وعلى الايفون، وجزء كبير منه مجاني تماما. جربه وقولي في التعليقات قدرت توصل لسنة كام في رحلة السفر بالزمن. ما تنساش تكتب لي تجربتك في التعليقات عشان الكل يستفيد منها، وما تنساش اللايك والشير عشان الكل يستفيد، واستنوني في فيديو جديد.